بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا جماعة، رجعت لكم بالسلامة. كانت عمرة سريعة كده، وكنت رايح أكون موجود في وسط الرحلات اللي كانت هناك، وجيت مع رحلة منهم الحمد لله. عمرة سريعة لمدة 5 أيام. عمرة جميلة والله، ربنا ما يحرم حد منها يا رب، ربنا ما يحرم حد منها، واكتبها لكم جميعا، واكتبها لكل مشتاق يا رب إن شاء الله. الفيديو ده انا عامله لكم على اساس انا افكركم ان خلاص الايام بتجري، وما عادش الا عمرة شعبان وعمرة شعبان رمضان وعمرة رمضان. عمرة شعبان رمضان يا جماعة عندنا لها مذاق خاص، 18 يوم طيران على جدة الأول. عمل عمرة في شعبان في مكة، والمكوث في مكة لمدة 4 ليالي، ثم في الجاد المحبس اللي احنا بنشتهر بيه يا جماعة، واللي كنت قاعد فيه ما شاء الله، فندق 4 نجوم ممتاز جدا. ثم الذهاب إلى المدينة والجلوس في فندق الجاد المدينة لمدة 4 ليالي أيضا، وزيارة الروضة الشريفة ومزارات المدينة. ثم العودة يوم 1 رمضان إن شاء الله بعمرة جديدة، عمرة في شهر رمضان، والجلوس في فندق الجاد المحبس لمدة 10 أيام الأولى من رمضان. ولو انتوا عايزين تعملوا عمرة كمان ولا عمرتين كمان في رمضان مفيش أي مشكلة إن شاء الله. الحرم موجود والتنعيم موجودة، ويعمل مفيش أي مشكلة خالص. العمرة دي يا جماعة عاملة 40,000 بإفطار رمضان بوفيه مفتوح، أو ب36,000 بدون فطار رمضان. الأماكن اللي لسه تكاد تكون محدودة الجدعانهم، عشان ما عادش وقت وما عادش أماكن، الأماكن هتخلص. العمرة التانية يا جماعة عمرة رمضان، السفر يوم 9 رمضان. كنا من الأول بنقول 8، الوقت بقوا 9 لأن في مشاكل في الطيارة، وإحنا حجزنا خلاص الحمد لله. والعودة يوم 3 شوال إن شاء الله. طيران على المدينة مباشر، 4 ليالي في المدينة الأول، ثم بقية المدة في الجاد المحبس. طبعا الجاد المحبس في رمضان بدون إفطار. سعر الفرد يا جماعة في الرحلة دي للأسف زاد 1000 جنيه، بقى 56,000 جنيه غرفة رباعي. برضو الأعداد بقت محدودة بالنسبة لعمرة رمضان. الناس اللي مكلماني أنا جيت أهو بالسلامة الحمد لله، في انتظاركم، وإن شاء الله تشرفوني. وإن شاء الله إن شاء الله اللي ما طلعش مع ستار ماكس عمرة ما طلعش فعلا. أنا شفت الرحلات وشفت الشغل، ربنا يوفق كل واحد في شغله، واحنا الحمد لله ربنا موفقنا جدا في شغلنا، والناس كلها مبسوطة وبتدعي لنا. ربنا يوعدكم ويوعد كل مشتاق، وإن شاء الله في انتظاركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.